ايه علاقه الذهب بحلاوه المولد؟ عايز اقول لك كل سنه زي دلوقتي بروح اجيب حلاوه المولد، بس عمري ما سالت نفسي ايه علاقه الفوليه والبندقيه بمولد النبوي. تصدق صح؟ استنى كده ادور على الحوار ده. بص يا سيدي، بيقول لك بقى الفاطميين من اول الناس اللي احتفلوا بمولد النبوي، كان في الاحتفال بتاعهم بيوزعوا حلويات عشان الحلويات بتفرز هرمون السعاده، خليك مبسوط. مولد النبوي الشريف يوزعوا حلويات يخلوا الناس كلها مبسوطه. ده التاريخ والماضي واللي فات، اما ده الواقع بقى. ما بيحبش الفرهده ويجي يشتري بنفسه، هوب سكالوب من الموبايل، تطلب من الابلكيشن يجي لك في اي حته وانت قاعد تختار تلعب. راجل من فرع صغير في وسط البلد فتح من السبعينات، دلوقتي 13 فرع، عندهم 7 علب من الصغيره للكبيره. تعال نبتدي بالصغيره ب 90 جنيه، يا والله الاوبشنز حلوه. 130 جنيه، اوبشنز اكتر 300 جنيه. خش في اللي بعده، دي تقريبا تفوز بكل حاجه 700 جنيه. تري خشب علبه فيها درجين ب 1500 جنيه. عندي ديت عامله 1100. اوبا كاستمايز العلبه زي ما انا عايز. فوليه بايت، حمصيه، لوز اللوز، ملبن بايت، شكلامه مش شكلطه. والله العظيم العبد ده دماغ. العبد هو اللي ربط الذهب بحلاوه المولد. لما تشتري اي علبه من حلاوه المولد وتتصور قدام الباك دروب اللي موجود قدام كل فرع، ساعتها هتكسب جنيه ذهب. كل سنه وانتم طيبين بقى. سلام.